دائما ما نسمع وصف أنه فلان عنده وجهين بالمجتمع، يقصد أنه هذا الشخص يظهر شيء ويخفي شيء آخر، أو أنه غير صادق في تعامله. لكن هل هو هذا المعنى نفسه في علم الفراسة؟ بالتأكيد لا. بعلم الفراسة عندما نقول أنه الشخص يحمل أكثر من وجه، احنا ما نقصد أنه شخص منافق أو ذو شخصيتين، وإنما نقصد أنه ملامح وجهه تجمع أكثر من إطار، فيحمل صفات متعددة بالوقت نفسه. راح نتناول شخصية معروفة وأخذت مساحة سياسية واسعة، وهو غاندي. عند التأمل بملامحه نلاحظ أنه وجهه يجمع بين الإطار الدائري والمربع والمثلث، وهذا يمنحنا وفق هذه المدرسة قراءة متعددة للشخصية. بداية نلاحظ أن الوجه في شيء من الإطار الدائري، والجبهة تبدو مستديرة، وهذه السمة تفسر بأنها تشير لأسلوب تفكير يميل إلى العاطفة وإلى شخصية هادئة وحنونة في طريقة معالجة الأمور. لكن عند الانتقال لبقية الملامح نجد أن الجبهة أيضا عريضة، وأن الفك واضح وقوي، وهنا تظهر سمات الوجه المربع الذي يربط علماء الفراسة بشخصية عملية وواقعية اللي تغلب المنطق والمصلحة في اتخاذ القرارات. أما إذا تأملنا شكل الوجه العام نجد أنه يقترب من الإطار المثلث، ووفق هذه المدرسة قد يدل على شخصية تجيد توظيف الأفكار والعلاقات لتحقيق أهدافها. كما أن بروز الأذنين إلى الخارج هو علامة على المبادرة والرغبة بالتأثير بالآخرين، وعندما تجتمع هذه السمات معا نحصل على شخصية تفكر بعاطفة لكن تتصرف بعقلية عملية، وتعرف كيف تستثمر أفكارها وعلاقاتها للوصول إلى ما تريد. لكن يبقى هناك تفصيل مهم يتعلق بالذقن بالوجه المثلث. إذا كانت الذقن مدببة فهي تشير إلى ميل أكبر للنقاش والجدال والدفاع عن الرأي. فأنت تخيل ممكن أن يكون مديرك بالعمل بهذه الصفات، ممكن تخيل أن يكون شريكك في العمل في تجارة في عمل، أو شريكك بالحياة بهذه الصفات. وفي الختام تذكر أنه اجتماع أكثر من إطار بالوجه لا يعني أنه الشخص ذو وجهين بالمعنى المتداول بين الناس، بل يعني أن شخصيته مزيج من عدة أنماط، ولكل إطار تأثير الخاص في طريقة التفكير والمشاعر والسلوك. أخيرا، إذا كانت الذقن مستديرة فيتدل على شخصية أكثر هدوءا وأقل ميلا إلى الدخول في المواجهات.